أيها الكرام، مش ضروري أبوك يقول لك الله يغضب عليك عشان يكون غضبان. يمكن يكون غضبان وهو مش عارف. مجرد أنك سبب لإزعاجه أنت عاق. مجرد أنك دفعته ألا يطلب منك شيئا لأنه يعلم أنك ستسخط أنت عاق. مجرد أنه أبوك بيحسب حساب لسخطك وغضبك ونكدك أنت عاق. لطالما هذا الذي تعقه كان عكازك وسندك وكان الجندي تبعك. كنت لما يجي أبوك تحس حالك أقوى واحد في العالم. لما تفوت على الدكان ومعاك أبوك وانت صغير ما تحسب قديش حق هاي الحبة، أبوك راح يشتريها. هذا هو الذي الآن تنظر إليه نظرة انتقاص. إيش يعني إذا أبوك قال لك قوم جيب لبن ولا روح على الدكان ولا قوم افتح الباب؟ هذا بقوم الصبح وانت نايم بيروح يدور على رزقتكم. شوف بنطلون أبوك نفسه ما غيروش من إمتى ما آخر مرة أبوك اشترى واعي؟ إمتى آخر مرة أبوك حب يروح طشة هو هيك شم هوا؟ شيله حق مش ساعة وساعة. هذا الوالد لابد أن تكون خادما عند قدميه. احرص أن يموت وانت مش عارف قدره. ما في ولا عمل صالح بجبر تقصيرك مع أبوك. احذر.